السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. اهلا بيك طالب اولى اعدادي ترم اول 2027. ان شاء الله النهارده طالعين نشرح يونت 3. ان شاء الله النهارده جرامر سهل وخفيف، وبيتكلم عن زمن اسمه زمن الباست سيمبل، اللي هو زمن الماضي البسيط. زمن بسيط خالص، وعنه ناخد التريكس بتاعته وناخد افكار الرايت واحنا بنشرح. ان شاء الله النهارده نخش بقى في الموضوع. بعد ما شرحنا يونت 1 ويونت 2 ناخد بقى ان شاء الله يونت 3 اللي هو الباست سيمبل. الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط. زي ما احنا عارفين، اللي متأسس معانا واللي بيتفرج معانا، اي زمن بناخد عنه كام حاجه؟ 5 حاجات. اي زمن، اي تنس، عندنا حاجه 5 حاجات. اول حاجه الفورم بتاعه، التكوين. تاني حاجه النفي. تالت حاجه الاستفهام. ورابع حاجه الاستخدام. خامس حاجه كيوردز، الكلمات الداله. فيلا بينا بسم الله نبدا بالتكوين بتاعه، الفورم. الكتاب مفصص لك التكوين. بمعنى ازاي؟ احنا عندنا الفعل في اللغه الانجليزيه اللي هو الفيرب ليه نوعين. نوع اسمه regular verbs، يعني الافعال المنتظمه في تصريفها، يعني في التصريف بتاعها regular verbs اللي هي الافعال المنتظمه، و irregular verbs اللي هي ايه؟ الافعال الغير منتظمه، اللي هي بين قوسين الشاذه. يعني مديك الفورم بتاع الماضي البسيط في الافعال المنتظمه والافعال الشاذه. فيلا بينا بسم الله ناخد الافعال المنتظمه. طب الافعال المنتظمه لما احطها في الماضي بحط لها اضافات ايه؟ بحط لها اضافات دي، اي دي، اي اي دي. تمام. تاني، الافعال المنتظمه في الماضي بحط لها ثلاث اضافات دي، اي دي، اي اي دي. المهم اللي هو اخره ايه؟ دي. يبقى ده فعل اسمه regular verbs، صح؟ صح. النوع الثاني اسمه irregular verbs، الافعال الشاذه. الافعال الشاذه تحفظ كما هي. ازاي اسمها شاذه؟ يعني مش متتبع، اللي انا لما اجي اصرفها احط لها في الماضي ما احطلهاش دي، اي دي، اي اي دي. وصلت. وبرده مصرف لك verb to be في الباست سيمبل. يعني هو كده مديك 3 حاجات تصريف الافعال المنتظمه الشاذه، verb be، عشان يبقى فاهم دماغنا ماشيه ازاي. تمام، دي كده بنفصص كل حاجه زي ما احنا متعودين. طيب الفورم بتاعه بيتكون من اي فاعل. الجمله بتتكون من ايه؟ فعل مفعول. الفاعل ماليش دعوه بيه. الفاعل اي فاعل. الضمائر كلها اي فاعل. تمام، نخش بقى على الفعل. الفعل اخره دي، اي دي، اي اي دي. سؤال: الدي، اي دي، اي اي دي بحط لها لاي فعل؟ لا، على حسب نهايه الفعل. يعني في افعال اخرها اي احط لها دي بس، زي فعل انفيت. يبقى تاني، الافعال اللي اخرها اي في الفعل نفسه احط لها دي بس. طيب الاي دي ده حوار. بالاي دي لو الفعل نفسه اللي هو باللون الازرق ده، لو اخره واي، يعني الفعل ده اخره واي، لو قبل حرف الواي ده حرف متحرك احط له اي دي. تاني، لو الفعل منتهي بواي واخره وقبله حرف متحرك احط له اي دي، زي فعل stay يعني يبقى او يقيم مثلا، يبقى stayed. تمام. طيب لو حرف الواي قبله حرف ساكن، اشيل الواي دي واحط لها اي اي دي. تاني، حرف الواي لو قبله حرف متحرك احط اي دي، يعني ما اشيلش الواي، اخلي الواي زي ما هي بس احط اي دي. ده في الماضي. طب لو الواي اخره حرف ساكن اشيل الواي واحط اي اي دي. فعل زي كاري يعني يحمل، كارد يعني يحمل في الماضي. تمام. في حاله برضو للاي دي، فعل زي ستوب، قبلها حرف متحرك اضاعف الحرف الاخير، يعني ستوب هتبقى كده ستوب كده، البي اضاعفها واحط الاي دي، يعني كده انا ضاعفت الحرف الاخير وحطيت اي دي في الاخر. قال لك في فعل مثلا، فعل زي ده فيزيت مثلا. الفعل فيزيت ده ساكن قبل ايه؟ متحرك، بقى ضاعف؟ لا. قال لك في افعال ما ضاعفش الحرف اللي هو الساكن ده، هتبقى فيزيت بس احط لها اي دي بس. يبقى تاني الافعال المنتظمه اخرها دي، اي دي، اي دي. امتى احط دي بس؟ لما الفعل منتهي باي. امتى احط اي دي؟ لما يكون حرف الواي قبله حرف متحرك احط اي دي. لو حرف الواي قبله حرف ساكن احذف الواي واحط اي دي. طب امتى احط اي دي؟ لما يكون في حرف ساكن قبله حرف متحرك اضاعف حرف الساكن واحط اي دي. بس ده في كل الافعال؟ لا، في افعال برضو شاذه ما بتنفعش القاعده دي.
زي مثلا فيزيت، التي ده ساكن قبل متحرك ما حطيتش الايدي، ما ضعفتش التي، حطيت ايدي بس. يبقى كده ده تصريف الافعال الريجولار اللي هي المنتظمه. طب ايه الريجولار بقى؟ اللي هي الشاذه، تحفظ كما هي. فعل زي قط يعني يقطع، قط. ده مضارع وده ماضي، هل في اختلاف؟ لا. بوت هل في اختلاف بين المضارع والماضي؟ ده مضارع وده ماضي، في اختلاف؟ لا، يبقى ده شاذ يحفظ كما هو. eat ate drink drank. تمام كده خدنا تصريف الافعال المنتظمه والشاذه. خش بقى على verb be اللي هو فعل يكون. فين؟ في الباست سيمبل. شكله في الباست سيمبل بيبقى عامل ازاي؟ احنا عارفين ان البي في الماضي تتصرف الى was were. تمام. طب في المضارع am واز وار. طب انا اقول باست سيمبل ماضي، يبقى المضارع ماليش دعوه بيه النهارده، يبقى بتكلم عن was او were. طب was تيجي مع مين؟ تيجي مع الاي والهي والشي والات. طب الفعل الجمع اللي هو يو وي they. يعني اي اللي كانت فعل الجمع لا في الماضي بتاخد was، ماشيه مع was وهي وشي ماشيه مع الجماعه بتاع المفرد. الفعل المفرد اللي هو I he she it تاخد was او wasn't في النفي اللي هي was not على بعضها wasn't. فعل الجمع بتاخد were او weren't في النفي واحط واكمل الجمله بتاعتي. طب فعل بي ده بمعنى ايه؟ بمعنى يكون. تمام. عشان نبقى عارف بس الفورم لما تيجي تذاكر 3 حاجات: تصريف الافعال المنتظمه، الافعال الشاذه، فعل بي، شكل الفعل بي اللي هو فعل يكون في الباست سيمبل. تمام. ده كده في الاثبات. ناخد النفي. نيجاتيف ستيتمنت اللي هي الجمله المنفيه اللي هي العاديه. بحط اي فعل من اللي انا خدتهم دول اي هي شي ات وي يو ذي، واحط كلمه did واحط كلمه not كلها على بعضها didn't. وايه اللي بيجي بعد didn't ودونت ودازنت؟ ايوه الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر. تمام. يبقى شكل النفي الجمله المنفيه في الباست سيمبل بحط الفعل بتاعي عادي خالص واحط كلمه didn't واحط الفعل في المصدر. احمد didn't study his lessons yesterday. احمد ما ذاكرش دروسه امبارح. تاني، احمد ما ذاكرش دروسه امبارح. اول حاجه احمد ده بيحل محله الضمير ايه؟ هي. تمام. ايه اللي جه بعد didn't study؟ ما جاش studied. صح؟ لا. ليه؟ عشان بعد didn't اي نفي بيجي الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر. بعد كده خدت الفور، خدت النيجاتيف، وخدت الايه؟ النفي. خدت التكوين وخدت النفي. ثالث حاجه الاستخدام اللي هو الاستخدام. امتى بيعبر عن زمن؟ ركز بقى عشان اربط لك بزمن المضارع التام. ركز معايا. يعبر عن زمن تم في الماضي وحدث في الماضي وانتهى في الماضي. تاني، حدث تم في الماضي وانتهى في الماضي، بين قوسين اسمه الحدث الميت. احنا مسمينه ايه؟ الحدث ايه الميت، يعني الحدث اللي ملوش اثر في المضارع. يبقى في ديفرنس بين الباست سيمبل والبريزنت بيرفكت اللي هو الماضي البسيط والمضارع التام. الباست سيمبل حدث تم وبدأ وانتهى في الماضي وليس له علاقة بالحاضر. المضارع التام بدأ في الماضي وله علاقة بالمضارع، عشان كده تسمى مضارع تام. يبقى were at the park last night. هم كانوا في الحديقة امبارح. أنا بتكلم دلوقتي. هم كانوا في الحديقة امبارح. هل معنى إن هم في الحديقة دلوقتي؟ لا، هم كانوا امبارح. يعني هم دلوقتي في البيت أو في أي حتة. هل الحدث اللي هو الذهاب للحديقة دلوقتي بيحدث الآن؟ لا، هو ده كان امبارح، يعني حدث خلاص تم وانتهى في الماضي، ما عادش ليه أثر دلوقتي. يبقى ده الباست سيمبل. نفس الحكاية، أحمد didn't study his lessons yesterday. أحمد ما عملش الواجب بتاعه امبارح. طب دلوقتي؟ ما اعرفش، بس امبارح عمل الواجب ولا ما عملش؟ ما عملوش، خلاص هو ما عملش الواجب، خلاص ما عملوش، حدث تم وانتهى. يبقى يعبر عن حدث تم وبدأ في الماضي وانتهى في الماضي وليس له علاقة في الحاضر. نخش على السؤال. عادي نعمل سؤال بهل، سؤال بدل. السؤال بهل احط الفعل المساعد اللي هو did بمعنى هل زي ما قلنا في الكورس، واحط الفعل بتاعي واحط الانفينيتيف بتاعي. مثال: Did you clean your car yesterday؟
did you clean your car yesterday؟ هل انت نظفت، هل انت غسلت عربيتك؟ طيب تاني سؤال، السؤال بقى ده احط الاداه بتاعتي واحط الفعل المساعد اللي هو did، احط الفعل والانفينيتيف. what did you do مثلا، انت هتعمل ايه؟ تمام تمام. ده رابع حاجه. خامس حاجه بقى الكيوردز، الكلمات الداله. اكتر كلمه شهيره عليه اللي هي yesterday، اللي هي امس. in the past في الماضي، في الماضي، في الماضي يعني حدث ملوش اثر دلوقتي، في الماضي ده حصل في الماضي. ابو برضو معانا last، واحط يعني الماضي، last يعني الماضي، last year يعني السنه الماضيه، last month يعني ايه؟ الشهر اللي فات، last week يعني الاسبوع اللي فات، يعني مده في الماضي. انا بتكلم في الماضي، انا ماليش دعوه دلوقتي انا بعمل ايه، انا بتكلم في الماضي. تمام. ان وسنه ماضيه، ان مثلا تمام. يبقى انت كده خدت خمس حاجات. اول حاجه الفور، عرفت ثلاث حاجات. اول حاجه تصريف الافعال، عرفت ان الفعل في التصريف حاجتين، فعل منتظم وفعل غير منتظم. وخدت تصريف الفعل بي في الباست سيمبل، هو مديك الثلاث حاجات دول عندك في الكتاب. بعد كده خدت الجمله المنفيه، وبعد كده خدت السؤال، وبعد كده خدت الاستخدام بتاعه، وبعد كده خدت الكيوردز، الكلمات الداله. تمام. استنونا بقى في التريكات بتاعت الريرايت ان شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.